فيلمنا بيحكي عن 3 شخصيات رئيسية، كل واحد فيهم عايش في عالم وحياة مختلفة، ومفيش حد فيهم يعرف التاني ولا متخيل إن القدر هيجمعهم في نقطة واحدة هتغير مصيرهم بالكامل. أول شخصية وبطلة القصة هي كريستينا، أم لأسرة صغيرة. في جلسة دعم كانت بتحكي إنها زمان أدمنت مخدرات بشكل مرعب بسبب مشاكل مع عائلتها، لكن قدرت تبطل وتبدأ من جديد، وكانت شايفة إن جوزها مايكل السبب في إنقاذها. في نفس الوقت كان مايكل بيقضي وقت لطيف مع بناته. تاني شخصية هو ديفيد، بيشتغل في شركة نقل وماضيه مليان أفعال مش قانونية. دلوقتي بقى إنسان متدين وعايز يمشي في طريق الصح، لدرجة إنه كان بينصح شاب صغير إنه يبعد عن السكة الغلط ويختار طريق ربنا. أما الشخصية التالتة فهو بول، راجل مريض قلب وحالته خطيرة جدا، محتاج عملية زرع قلب في أسرع وقت. مراته ماري كانت عايشة في خوف ورعب من فكرة إنها ممكن تخسره، لأنها كانت بتحلم تكمل حياتها معاه وتكبر أسرتهم. ومن كتر إحباطها راحت تسأل الدكتور عن فكرة الحمل الصناعي من بول. الدكتور لما رجع ملفها لقى إنها عملت إجهاض قبل كده، وقال لها لازم الأول تعمل عملية معينة قبل ما يبدأوا في التلقيح. بول رغم حالته الصحية اللي ما ينفعش معاها التدخين كان لسه بيدخن، وده خلى ماري تتعصب عليه جدا. في مشهد تاني نشوف ديفيد مع مديره في الشغل اللي قاله إن تاريخه القديم مش هيخليه يستمر في الشركة، خصوصاً بسبب التاتوه اللي على وشه واللي مش قادر يخفيه. ديفيد خرج محبط جداً، ولما رجع البيت كان متضايق بشكل غريب. هناك شاف ابنه بيضرب أخته، فبدل ما يمنعه قال له لو حد ضربك على خدك اديله الخد التاني. فكل اللي في البيت اتصدموا من تصرفه. نرجع لبول وماري. ماري قررت ترجع شغلها وجابت ممرضة تهتم ببول، بس بول مرتاحش وقال لها إنه حاسس بالعجز. هي اتعصبت وقالت إنها مش هتقدر تفضل ترعاه طول الوقت. بول حاول يقرب منها ويصالحها، لكنها صدته وقالت له إنها محتاجة العينة علشان تعمل التلقيح الصناعي، وإنه لازم يروح المستشفى. هو ما كانش موافق في الأول، بس وافق علشان خاطرها. في نفس الليلة كريستينا رجعت بيتها وجالها تليفون مرعب، جوزها وبناتها عملوا حادثة. في اللحظة دي بالظبط كان بول وماري في المستشفى علشان موضوع العينة، والدكتور قال له بول ممكن تموت قبل ما تشوف ابنك، انت متأكد عايز تكمل؟ بول كان بيعمل كل ده علشان ماري وبس. بعدها نشوف ديفيد راجع البيت وهو مصدوم، قاعد في عربيته مش قادر ينزل. مراته خرجت تسأله في ايه، فقال لها انا لسه خابط راجل وبناته وهم بيعدوا الشارع، ما قدرتش اتحكم في العربية. مراته حاولت تهديه وتخليه يسيطر على نفسه، وهي راحت مكان الحادثة علشان تعرف الأخبار، وسألت في المستشفى وعرفت من الشرطة كل التفاصيل. اطمأنت لما اكتشفت إن محدش يعرف أي حاجة عن ديفيد. في المستشفى الدكاترة قالوا لكريستينا إن بناتها الاتنين ماتوا، وإن جوزها مايكل حالته حرجة جدا وعنده نزيف حاد في المخ. وبعد يومين مايكل ما بقاش بيستجيب لأي حاجة، والدكتور قال لها إنه مات موت سريري، وإنه مفيش حاجة يقدروا يعملوها، لكن ممكن قلبه ينقذ حياة شخص تاني. كريستينا كانت منهارة من العياط، لكن بعد ما مسكت أعصابها وافقت على التبرع بالقلب. وفي نص الليل جالهم تليفون لبول وماري وراحوا المستشفى بسرعة. عملية زرع القلب نجحت، وبول حس بامتنان كبير لأنه لقى قلب جديد. حاول يتواصل مع عائلة المتبرع، لكن الدكتور قال له ده مش ممكن بالطريقة دي، وممكن بس يبعت لهم بطاقة شكر. بول ما كانش من النوع اللي بيسمع الكلام، وعين متحري خاص علشان يعرف مين عائلة المتبرع. لما عرف كل حاجة عن كريستينا حس بالأسف الشديد، وبقى عارف هي بتعمل إيه وبتروح فين. وفي يوم كريستينا كانت في حمام السباحة، قرب بول منها وسألها رجلك فيها حاجة؟ شايفك بتعومي كأنك متألمة شوية. بدأ يديها نصائح صغيرة علشان تعوم أحسن. بعدين شافها قاعدة بتتغدى لوحدها وسألها لو ممكن يقعد معاها، لكنها ما كانتش مهتمة. بول كان هيمشي، لكنه رجع وقال لها على فكرة الأكل لوحدك مش كويس للكلى. كريستينا ضحكت شوية، لكنها ما كانتش مهتمة، لأنها بعد موت جوزها كانت محطمة نفسياً. فكرت تتصل بالراجل بتاع المخدرات القديم بتاعها علشان تشتري شوية مخدرات، لكن غيرت رأيها في آخر لحظة. في الناحية التانية الشرطة ما كانتش عارفة أي حاجة عن ديفيد، لكنه كان حاسس بالذنب بشكل رهيب. قال لمراته إنه لازم يسلم نفسه للشرطة، لكنها ترجته وقالت له أرجوك ما تعملش كده، محدش يعرف عنك أي حاجة، ومسؤوليتك الحقيقية بس ناحيتنا إحنا وأولادك، وإحنا محتاجينك معانا. بعد نجاح العملية ماري كانت فرحانة جدا، وعملت حفلة ودعت كل أصحابهم. وفي الحفلة أعلنت إنهم هيبدأوا يحاولوا في موضوع الإنجاب، وكل الناس كانوا متحمسين ليهم.
بالليل بول اتكلم مع ماري وقال لها مش يمكن لازم نفكر شوية قبل ما ناخد قرار نهائي بخصوص الطفل ده. وبنرجع لديفيد اللي كان حاسس بالذنب لدرجة إنه ما بقاش قادر يتحمل بالرغم من محاولات مراته تمنعه. راح وسلم نفسه للشرطة. وفي العزاء كان في ناس كتير من معارف مايكل، وصاحبة كريستينا كانت عارفة بموضوع ديفيد وحاولت تقنع كريستينا ترفع عليه قضية. كريستينا ما كانتش عايزة تعمل أي حاجة من ده، لكن صاحبتها ضغطت عليها وعيطت وقالت لها أي حاجة هعملها مش هترجع لي جوزي وبناتي. في اليوم اللي بعده بول وماري راحوا للدكتور. بول سأل الدكتور إيه هي فرص حمل ماري؟ الدكتور قال له إنه بما إنها عملت إجهاض قبل كده احتمالاتها المرة دي قليلة جدا. بول ما كانش يعرف أي حاجة عن الإجهاض، وماري ما قالتلوش الحقيقة. اتعصب جدا وقال لها إحنا بقالنا سنين ومفيش حاجة حقيقية بينا، كفاية تمثيل. الحقيقة إن ماري كانت رجعت لبول لما شافت حالته الصحية وقالت له محدش غيري كان هيرجع لك. بول رد عليها انت رجعتي بس علشان كنت لوحدك. الكلمة دي وجعتها جدا وبدأت تعيط، وبول حس بالذنب وأخذها في حضنه. في السجن ديفيد اللي سلم نفسه كان بيزوروه زملاء السجن. ديفيد بدأ يشك في إيمانه وقال لنفسه لو ربنا موجود بجد ما كانش هيخلي ناس أبرياء يموتوا على إيدي. حاول ديفيد ينهي حياته في السجن لكنه فشل. وفي ليلة كريستينا كانت مخنوقة جدا، راحت الملهى الليلي واشترت مخدرات. بول اللي كان عايز يعرف عنها أكتر كان ماشي وراها وبيراقبها وشافها هناك. كريستينا سكرت جامد لدرجة إنها لما خرجت ما عرفتش تسوق عربيتها وخبطتها خبطة بسيطة. بول راح يساعدها وما كانش هيسيبها تسوق وهي بالحالة دي. خد المفاتيح وقال للبرمان أنا صاحبها هوصلها البيت. وصلها البيت فعلا وسابها نايمة في العربية ومشي. نرجع لديفيد. مراته جت تزوره في السجن وقالت له احنا بنحارب علشانك في المحكمة، انت ما عملتش ده عن قصد ومهما كانت التكاليف غالية مش مهم. بعد أسبوع كريستينا كانت في درس السباحة بتاعها وبول راح لها تاني. الدنيا كانت بتمطر وهي مستنية تاكسي. بول قال لها ممكن أوصلك؟ رفضت، فقال لها أنا اللي وصلتك البيت من النادي الليلي من أسبوع. فوافقت المرة دي. سألها تتغدي معايا وقال لها زي ما هو متعود هنتغدى، والأكل لوحدك مش كويس للكلى. ضحكت ووافقت على طول. بول وهو راجع البيت فجأة بدأ يرجع. استشار الدكتور وبعد شوية تحاليل الدكتور قال له إن جسمه بدأ يرفض القلب الجديد، ولو الموضوع فضل كده ممكن يموت خلال أيام. الدكتور بيقول لازم تدخل المستشفى دلوقتي علشان أدور لك على قلب تاني. بول كان عارف إن مستحيل يلاقي قلب تاني فرفض يدخل المستشفى وقال للدكتور لو هيموت يبقى يموت وأنا حر أستمتع بحريتي. وفي المشهد اللي بعده زوجة ديفيد قدرت تطلعه من السجن بكفالة. ديفيد ما كانش عايز يخرج، كان عايز ياخد عقابه على غلطته. لما رجع البيت أولاده جريوا عليه وحضنوه وحس بإحساس كويس إنه رجع لعيلته تاني. بعدها بنشوف كريستينا وبول في موعد. بول عالم رياضيات كان بيشرح لها إزاي بالأرقام نقدر نتوقع حاجات كتير، وإن احتمالية إن شخصين يتقابلوا في نفس المكان مرتين وفي نفس الوقت قليلة جدا، وإن أكيد في أسباب كتير ورا مقابلتهم. كلامه عجب كريستينا. واليوم كان لطيف، عزمته على بيتها. وفي البيت بول شاف صور أسرة كريستينا. فجأة حس بألم في قلبه تاني. وهو ماشي قال لكريستينا أنا معجب بيكي جدا من زمان، محدش عجبني كده. كريستينا كذبت عليه وقالت له إنها متجوزة وبول مشي. وبالليل ديفيد كان قاعد مع مراته وفجأة عيط وقال لها لما خبطت الراجل ده بنته بصت لي بنظرة كأنها بتستغيث بيا وأنا سبتها ورحت. يمكن لو كنت وقفت ساعتها كنت لحقت أنقذها. الإحساس بالذنب كان بياكله من جوه. وفي يوم هو قاعد مع أولاده بنته قالت له في المدرسة بيقولوا إن بابا قتل عيلة، الكلام ده بجد؟ ابنه رد وأكد هو اللي قتلهم. ديفيد اتصدم بالإحساس ده وقام سايب البيت ومشي على طول. وفي ليلة كريستينا اتصلت ببول وطلبت منه يقابلها. ماري شافت المكالمة وانهارت غضب وقالت له أنا كنت فاكرة إنك اتغيرت. رد عليها بول الحقيقة إحنا الاتنين ما اتغيرناش. بول راح فعلا لكريستينا وهناك واجهته وقالت له إزاي تقول إنك معجب بيا؟ أنت ما تعرفش حاجة عن حياتي. وبدأت تحكي له كل اللي عايشاه. بول حضنها وكانوا هيدخلوا في علاقة، لكنه وقف وقال لها القلب اللي في صدري ده قلب جوزك، كان لازم تعرفي قبل ما يحصل بينا أي حاجة. كريستينا اتجننت وصرخت فيه أنت بتعمل إيه هنا؟ وبتضربه لحد ما طردته بره البيت. بول قضى الليل كله نايم في عربيته قدام بيتها. تاني يوم الصبح كريستينا شافته وسألته ليه عملت كده. رد عليها بول جوزك أنقذ حياتي، ولما عرفت مشكلتك حسيت بالوجع معاكي
وكنت عايز أشكرك بأي طريقة، ولما شفتك ما قدرتش أبعد عنك. كريستينا انهارت من العياط، وبول طبطب عليها، وبعدها اتقربوا من بعض وكملوا العلاقة. بعد كام يوم بول رجع البيت لقى ماري بتلم حاجتها. سألها بتعملي ايه؟ ردت هعمل العملية وهبقى أم لابنك، وبعدها هخرج من حياتك. في مشهد تاني كريستينا بدأت تدور على تفاصيل أكتر عن الحادثة، وبتكتشف إن ديفيد خرج من السجن. الموضوع ولع نار جواها لدرجة إنها رجعت تاخد مخدرات. بول شافها وحاول يقنعها اللي بتعمليه ده غلط. ردت عليه لما ديفيد خبط بنتي كانت لسه عايشة، لو كان وقف وساعدها كانت ممكن تبقى عايشة لحد دلوقتي. هو سابها ومشي ولسه عايش، أنا عايزة أخليه يمشي من الدنيا. وقالت له لو فعلا عايز تساعدني ساعدني أخلص عليه، وبول للأسف اقتنع. بعدها بول عرف مكان ديفيد واشترى مسدس وراح للمكان اللي ديفيد قاعد فيه. رفع عليه المسدس وقال له يلا بينا على الصحراء. هناك خلاه يركع على ركبه. كان ناوي يقتله خلاص بس ما قدرش يعملها، وقال له امشي من هنا لأبعد مكان تقدر تروحه، ومش عايز أشوف وشك تاني. في نفس الوقت حالة بول الصحية بدأت تسوء بشكل واضح، وكان واضح إنه ممكن يموت خلال أيام. وفي ليلة وهو قاعد مع كريستينا لقى ديفيد جه عندهم. ديفيد قال له انت كنت عايز تقتلني، أرجوك كمل اللي بدأته، أنا ما بقتش قادر أعيش مع نفسي. وبدأ يجبره إنه يقتله. حصلت خناقة بين ديفيد وبول، وفي وسطها كريستينا بدأت تضرب ديفيد وكانت خلاص هتموته، لكن بول أخد المسدس وضرب نفسه بالنار. هو ما عملش كده إلا علشان يمنع كريستينا من إنها تبقى قاتلة وتضيع حياتها. بعدها كريستينا وديفيد نسوا خلافاتهم في الحال. بمساعدة ديفيد كريستينا أخدت بول على المستشفى. بول كان محتاج دم وكريستينا فصيلتها تنفع، لكن لما عملوا التحاليل الدكتور قال لها ما ينفعش ناخد منك دم في حالتك دي، دمك فيه آثار مخدرات وده خطر على البيبي. كريستينا ما كانتش تعرف أصلا إنها حامل. بعدين بول مات، بس قبل ما يموت أدى لكريستينا سبب تعيش عشانه. هي الأول ما كانتش بتقدر حتى تدخل أوضة بناتها، لكن في آخر مشهد في الفيلم بنشوفها في أوضة بناتها بتبص على حاجتهم وبقى عندها أمل جديد في الحياة. وبنشوف ديفيد بيرجع لعيلته تاني ومراته فرحانة جدا. في نهاية الفيلم بنسمع صوت بول وهو بيموت، وبيقول إن لما بنموت جسمنا بيفقد 21 جرام من وزنه، وكان بيتكلم عن وزن الروح. بيقول إنه دايما كان بيسأل نفسه إيه سبب كل الألم ده، بس أدرك إن مهما كانت الحياة صعبة لسه في حاجات إيجابية نقدر نشوفها ونعيش عشان السعادة اللي ممكن تيجي في طريقنا. بالرسالة الإيجابية دي فيلمنا بينتهي. وبكده يكون فيلمنا انتهى. شكرا على المشاهدة، ومتنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة واستنونا في الجديد. سلام.